السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناة شهوات مزينة. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم كيكه بالمندرين هشيشه خفيفه سهله دغيا تحضروها. كما كتعرفوا هذا الوقت ديال المندرين، فكنحاولوا دائما نستغلوا في وصفات متعدده. هاد الكيكه البنات غتعجبكم بزاف، جربوها راها اقتصاديه. وما تنساوش تخليو لي ارائكم في التعاليق وديروا لايك للفيديو واشتركوا في القناه. مرحبا بكم عندي وشكرا. نخليكم على الفيديو على بركه الله. هنا غادي نحتاج 3 ديال الحبات ديال البيض. انا البيض كان عندي صغير درت 3، الا كان البيض كبير كديروا 2 فقط، ويكون بدرجه حراره الغرفه، ما يكونش بارد من الثلاجه. درت واحد القريصه ديال الملح، وضفت السكر سنيده، كاس عنبه ما عامرش، شفتو ما عامرش مزيان، ما يعادل 150 غرام ديال السنيده. غادي نطرب هاد العناصر مزيان حتى كيذوب لنا داك السكر. وهنا غنبدا كنضيف في الزيت هنا عندي كاس الا ربع ديال الزيت نباتيه، وهنا كنضيفها بالتدريج. هنا تقدروا تستعملوا غير الخلاط اليدوي. صافي ملي كنخلط مزيان كنطرب مزيان. هنايا غادي نضيف كاس عنبه ديال الماء، ما يعادل 200 ملل، الماء عادي ديال روبيني ماشي دافي وماشي سخون. صافي هنا كنزيد نطرب غير شويه وكنحبس. غادي ناخذ هنا القشر ديال هذا المندرين، هذا 2 حبات ديال المندرين غادي ناخذ القشره ديالهم فقط. هذا المندرين هذا هو اللي غنديرو وسط الكيك، واللي خديت دابا من القشره ديالو. وهنا غنبدا كنضيف الدقيق. هنا غادي نضيف 2 كؤوس عنبه، ما يعادل 200 غرام ديال الدقيق، يعني ديروا الدقيق الابيض الخاص بالحلويات. هنا راه الدقيق راه غربلته من قبل وكنزيد نغربلو كما قلت لكم. راه الدقيق كيعطينا نتيجه احسن فاش كنغربلوه مباشره فوق الخليط. هنايا كما كيبان لكم الخليط مازال خفيف، غادي نزيد نضيف كاس الا ربع ديال الدقيق. دابا في المجموع عندي 3 كؤوس عنبه الا ربع، ما يعادل 275 غرام ديال الدقيق. وضفت 2 اكياس ديال خميره الحلويات من وزن 8 غرام. هنا في هذا الخليط، في هذا الكيك هذا الخليط خاصو يكون ثقيل، ضروري خاصو يكون ثقيل. بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. هنا بالنسبه للبنات اللي ما عندهاش هكذا كؤوس عنبه ولا الميزان، راه في لي كيك دائما انا راه ما كنعبرش، كتبقاو تزيدوا في الدقيق حتى تحصلوا على الخليط اللي بغيتو. انا هنا كما كيبان لكم الخليط ثقيل، انا هكذا بغيتو. وهنايا غناخذ مول اللي دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق، غادي نفرغ هذا الخليط هذا. هنا البنات ضروري اي كيك غادي تحطوا شي حاجه من الفوق، بحال الكيك ديال التفاح اولا هذا ولا ديال الاناناس، اي حاجه يعني اي كيك كتحطوا شي حاجه من الفوق ضروري خاصو يكون ثقيل، باش هذاك الحاجه اللي حطينا من الفوق تبقى لنا الفوق ما تنزلش لتحت. هنا خديت هذا المندرين قشرته، درت 5 ديال المندرينات. غادي نقسمو النصف بهذا الشكل هذا، وغادي نحطو في المول. انا هنا راه الفرن شعلته كيسخن على درجه حراره 180، الا كان كهربائي انا درته في الفرن ديال الغاز، شعلت الاسفل فقط عافيه مهيله. هنا عندي هاد الرقائق ديال اللوز اختياريه، الا ما كانتش متوفره ماشي ضروري كنديرها في هذوك الفراغات كما كتشوفوا، كتعطينا واحد المنظر زوين. بنات هاد الكيك هذا ضروري خاصكم تجربوه، لان كما كتعرفوا راه هذا الوقت ديال المندرين وخاصنا نستغلوه في بزاف ديال الوصفات. هنايا غادي ندخل هاد الكيك هذا للفرن كما قلت لكم من الاسفل فقط. غادي نخليوه، هو ما ياخذش وقت بزاف، انا تقريبا خدا ليا 40 حتى ل 45 دقيقه. الا بان لكم ما تحمرش كتشعلوا على الفوق حتى كيتحمر. هنا ملي خرجتو غنخليه حتى كيبرد شي شويه. نتوما هنا كنوريكم الخليط ثقيل، الا كان خفيف راه غادي ما يبقاش يبان هذاك المندرين. هنا ملي برد الكيك مزيان خديت هذا السكر الثقيل كتزين فقط، رشيته هكذا من الفوق باش يعطينا هكذا منظر زوين. ودابا غادي نقطعو باش تشوفوه من الداخل كيفاش كيجي، تشوفوا الطراوه ديالو. راه كيجي واحد الكيك هشيش وزوين، وخدرنا غير بالماء البنات راه كيجي هشيش وفيه واحد المذاق روعه. جربوه. هنايا نتوما كتشوفوا، هنا انا قربت لكم باش تشوفوه من الداخل. هذيك البلاصه انا هنا غنقطع هذه البلاصه اللي تيكون فيها المندرين، كتجي بحال كتجي معسله وزوينه. انا الصراحه البنات كنتمنى تجربوه وبصحه وراحه.